مساء الفل. في جدع ابن حلال كده تعبني، يعني كل فيديو بنزله يروح كاتب تعليق تحت كده: ازاي حد يقدر يتجوز في مصر النهارده؟ ازاي حد يتجوز في مصر النهارده؟ وعلامات استفهام وتعجب وكله. خدوا بالكم ده في علم الكوميونيكيشن يعني خناقه. بس ازاي وازاي ومستحيل والشقه. انا اقول لك ازاي. على فكره اسهل بلد في الدنيا تقدر تتجوز فيها هي مصر. ليها شويه عناصر كده بسيطه جدا. اولا احنا هنكون متوكلين مش متوكلين، عقلها وتوكل. ثانيا انت بتعمل حاجه خير، من يتقي الله يجعل له مخرجا. ده تقوى الله ان انت عايز تتجوز وتلم نفسك وتحترم نفسك كل حاجه وتستر بنت وتبقى حاجه جميله جدا، حاجه جميله تفتحوا مع بعض التاريخ وحياه جميله قوي. نمره ثلاثه، انا عايز اقول لك انا لما اتقدمت اتجوزت كان التسعينات، رحت الحمايه الله يرحمه، كان مرتبي ايام 400 جنيه. لو حسبتها بفرق العمله كده كانها النهارده بتتكلم على 4000 جنيه، ما تاكلش حاجه. بس حمايه برضه فكر بالشيء الرجاله. الشيء الرجاله انا لاني راجل بحاول اكون محترم، بحاول اراعي ربي على قد ما اقدر، عندي فكره عايز اعمل ايه في حياتي مستقبلي. كنت سبت الهندسه وبدات اشتغل سيلز، كان مجال صعب جدا ايامها بس بداته. بس انت عندك خطه لحياتك، فانت اللي هيسهل لك جوازك جدا اولا اجمل حاجه في مصر الترابط الاسري والعائلي، بنشيل بعض ونستحمل بعض. مفيش حد عايز اقول لك لغايه بعد ما يتجوز ب 10 سنين يبقى عنده عيال اهله هيفضلوا ساندين، ودي حاجه جميله. احنا برضو بنكمل نص ديننا، احنا برضو عايزين يكون عندنا ترابط، عايزين نملي الارض بمخلوقات جميله ونربيها تربيه كويسه، كل حاجه مش تربيه الشوارع على الانترنت اللي بنتكلم عليها دلوقتي. فاحنا مع بعض. هتفكر الاول انك تشتغل كويس، تبدا تفكر يبقى انت مخلص ومجد في حياتك، عندك براند صوره مرتبطه بيه كويسه جدا، عشان تلاقي بجد واحده بنت حلال زيك كده تلاقوا بعض بشكل كويس وتشتغلوا مع بعض. البنت نفس القصه، تعمل نفس القصه كده. نمره 2 و3 بتخطط لحياتك. النهارده معيش فلوس بس بحاول انمي قدراتي ومهاراتي، يفتح لي فرصه ثانيه والثالثه والرابعه عشان اكبر والاقي مجال وعندي وظيفه مستقره وغيره، حتى لو فكرت مشروع صغير ولا غيره افكر في كل الاتجاهات. نمره 5 انا قريب من اهلي وبر بابويا وامي، ونفس القصه هي البنت اللي الطيور على اشكالها تقع هتلاقيها نفس القصه برضه، علاقتها كويسه باهلها وغيره. طب نتكلم مع بعض ونعمل. الاهالي هيسندوا لو لقوكم محترمين، الراجل هيشتري، الاب هيشتري الراجل، وانت كمان هتبقى شاري العيله دي محترمه وبتراعي ابوها وامها وكل حاجه، وهتبنوا مع بعض، تخططوا مع بعض، احسن حاجه في الدنيا. فانتوا عندكم كده تفاهم، عندكم تناغم، قريبين من بعض، نفس المستوى الثقافي والاجتماعي على قد ما تقدر، مش المادي ده اخر حاجه نفكر فيها. وعندكم خطه تعملوا ايه لبكره، وان شاء الله ربنا هيكرمكم. بعد كده كله بيمشي بقى. ده بجد اللي هي تعريف الايه: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واقول لك ده انا عامل لها فيديو مخصوص لحاجات تانية كتير، فما تقلقش، سيبها على الله. والشقه على فكره كلنا بنقعد في نفس شقه الاب والام ولا غيره، وبنقعد بعد كده نأجر شقه ايجار جديد صغيره ولا غيره، مش لازم نبقى في حته جامده ولا قويه، في كم فرص كتيره جدا. نبدا على اصغر حاجه وربك يكرمك بعد كده، ما تستعجلش، ان شاء الله كل حاجه تمشي على خير. خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غريب، يومكم حلو زي الفل ان شاء الله.